يا مساء الخير. دي من اكتر تتبيلات السمك اللي بعدها باختلاف انواع السمك. تقدر تعمليها بسمك سيباس او ارغوز او حتى سمك فيليه. انا النهاردة مستخدمة بوري مصري، قطعته بالشكل ده كده عشان يتشرب التتبيلة بشكل كويس. التتبيلة عبارة عن توم، عصير ليمون، شبت، زيت زيتون، وطبعا مع السمك كمون وشوية كزبرة وشوية ملح. خلطتهم مع بعض كويس جدا. تحت السمك حطيت شرايح فلفل رومي، وهتبل السمك من كل الجوانب ومن تحت ومن فوق ومن البطن. هدخله الفرن على حرارة من تحت ومن فوق عالية لمدة 30 دقيقة. وحضرت طحينة مع شوية مية، ملح وعصير ليمون، شوية كمون، شوية شبت، وخلطتهم. شوف السمك شكله طالع يجنن. حطت عليه شوية شبت وشرايح ليمون وقدمته مع الطحينة والرز.